كيف تعرف اللي الانسان اللي قاعد تحكي معاه مهتم بيك والا لا؟ تبعني فازة المونتاليست تعطيك استوس طيارة على الاخر. الاستوس سهلة برشا وانا راني واحد من العباد نعملها. كيفاش تمثل الاستوس؟ انك انت كده بتحكي مع انسان توخر شوية على الكرسي كيما هكا، تبدا قاعد نورمال وتوخر شوية. كان لاحظت الانسان اللي قاعد تحكي معاه وقتها عمل هكا، قدم شوية لقدام، اعرف الانسان اللي قدامك راهو مركز معاك ومهتم بالكلام اللي قاعدين تحكيوا فيه. هذه الفازة مش زيدكم فازة اخرى زيادة مهمة على الاخر. تبدا تحكي مع انسان لقيته يعني برشا هكا براسو اي ديما هكا يحرك في راسه، لهنا يلفو فير بيان اتونسيون. والتفسير نتاع الحركه هذه انه سواء الانسان هذاك يحاول بطرق الكل انك تكون انت معجب بيه، هذاك اللي باش يحاول يقعد ديما اي حاجه باش تتقال باش يقعد ديما يحرك في راسه كوم سي حاضر لكل شيء، والا ينجم يكون هو مازال عنده شك داخلي انك انت مازلت ما عندكش ثقه فيه كامله، دونك يحب يوريك اللي هو راه ينجم يعمل كل شيء وحاضر لاي حاجه. وذلك كما قلت سيني لازم نفو فير اتونسيون كي نشوفوه. وكالعاده كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وفولو. كان معكم فاس مونتاليست، ملتقى ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. علي باي باي، تشاو تشاو.